معك يا سعد سفير، لكن ربما مصادر مغربية نفت أن تكون الرباط طالبت بالانضمام. لا، الآن كما تعرفون هل لديكم رد بهذا الخصوص؟ لا، هناك من المفروض يكون الشورى بين، أو نحن نقول باللغة الإنجليزية كونسنسس بين الزعماء من يدخل ومن لا يدخل، ولكن طلبت أن تدخل 23 دولة بينها المغرب؟ ليس المغرب، الجزائر صحيح. ولرد فعل رسمي للسلطة التي أثارت جعجعة كبيرة بشأن الانضمام للبريكس، قال وزير المالية العزيز فايد الذي مثل تبون في اجتماع قمة البريكس إن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي أعلنه قادة مجموعة بريكس والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة، وهي مصر والسعودية وإثيوبيا والإمارات وإيران والأرجنتين، وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى كما قال الوزير. وأضاف أن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية. يقول الوزير الذي لفت أن الجزائر لديها عدة مقومات أبرزها اقتصادها المتنوع كما يقول، والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة تخلق كلها فرصا للتعاون المثمر داخل المجموعة. في المقابل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن معايير توسيع البريكس تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية، وقد أثار هذا الكلام تساؤلات حول دلالاته خاصة فيما يتعلق بالجزائر. إن الجزائر انطلاقا من تطابق وجهات نظرها مع الدول هذه المجموعة هي حيث رؤية استراتيجية ومبادئ الأساسية تقدمت بترشحها للانضمام إليها من منطق إدراكها أن خيار تحالف وتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدول الأخرى. إذ أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم قادة مجموعة البريكس القاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة كمرحلة الأولى، وتطلعهم لفتح المجال في المستقبل القريب للدول الأخرى. فإن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي، تقدم في مسعاها لعضوية مزايا جلية باقتصادها في التنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، وهي كلها عوامل تخلق فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة. إذن ما زلنا نثري النقاش بخصوص ما وصف بصدمة، وهي فعلا صدمة جراء الإخفاق في الانضمام لهذه المجموعة. الغريب وهو ما وقف عنده كثيرون أن السلطات لم تترك خط الرجعة نهائيا. ايش معنى خط الرجعة؟ يعني بعبارة أخرى لم توفر حججا أخرى تواجه بها المجتمع الجزائري أو السكان أو المواطنين أو الرأي العام. فقبل أسابيع إن لم أقل أشهرا عبد المجيد تبون يتحدث، وسائل الإعلام تتحدث، تحليلات المحللين كلها تؤكد أن الجزائر خلاص انضمت لهذه المجموعة قبل حتى انعقاد هذه القمة في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وهذا ما فتح أمس واليوم جبهة عريضة من الانتقاد والتهكم والسخرية، طبعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. بعيدا عن هذا فالكل يتحدث عن خسارة كبيرة أو انتكاسة دبلوماسية قبل أن تكون اقتصادية. يعني قبل ما نحكي عن الاقتصاد أيضا لابد أن نحكي أو نتكلم عن الدبلوماسية والإخفاق. تساؤلات بالجملة: أين هي نتيجة زيارة تبون لموسكو؟ أين هي نتيجة زيارة تبون لبكين؟ ووقتها قيل إن هاتين العاصمتين، أقصد موسكو وبكين، أولى من باريس في ذاك الوقت. وما مصير مبلغ $1.5 مليار وضع في هذا الصندوق، صندوق البريكس. الآن الأدهى والأمر أن من كانت تعول الجزائر عليهما حليفين مهمين هما روسيا والصين، ولكن
الدولتين روسيا والصين اثرتا دعوه دول اخرى على حساب الجزائر مثل اثيوبيا، الارجنتين، مصر. ومن ابرز الملاحظات مشاهدينا ان الجزائر محت دول افريقيه في عهد بليز بوتفليقه رحمه الله عليه. من بين هذه الدول اثيوبيا. ها هي اليوم اثيوبيا تنضم للمجموعه والجزائر تتراجع. ما معنى هذا؟ اتراجعنا ام تقدمنا ام ماذا؟ الرهان على الاقتصاد مشاهدينا وحده لا يكفي، مثل ما كان يقول الاستاذ شويطر في حصه العمق. فانت ان كانت لديك قضيه في المحكمه وتشك في مصيرها ما اذا ان تنجح فيها ام لا، يجب ان تختار لها محامين اقوياء لتقنع هيئه المحكمه. للاسف الشديد نحن لم نفعل ذلك، السلطات لم تفعل ذلك. الادهى والامر ان وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قال ان ابرز المعايير المتخذه لاختيار الدول المنضمه الى مجموعه البريكس وزن وهيبه الدوله ومواقف السلطه في الساحه الدوليه. بمعنى كل المواقف للسلطات الجزائريه او للجزائر بصفه عامه في المحافل الدوليه ضربت في الصفر. هنا يتساءل الكثيرون يتساءلون، طالما هو المعيار مش اقتصادي هو الهيبه والمواقف الدوليه، اين هي مواقف الدوله؟ اين هي مواقف الجزائر؟ وهنا نتساءل مره اخرى، اين هي شعارات عبد المجيد تبون عن القوه العظمى، وعن شعارات رئيس الاركان شنقريح ان كنتم تذكرون، والجزائر الجديده، وعناوين وشعارات اخرى عديده جدا. بمعنى هذا الذي فتح جبهه عريضه فعلا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والكل صار يتكلم في السياسه وفي الاقتصاد، ولماذا هذه الخيبه؟ لماذا هذه الانتكاسه؟ وهي صدمه، واين هي الوعود التي وعدتمون بها؟ وغيرها من هذا الكلام. اذا هذا هو الاطار فقط مشاهدينا لما حدث لانضمام او طلب الانضمام للجزائر. بمعنى أن الجزائر دخلت امتحانا، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان، ولكن أهينت السلطات الجزائرية. لا أقول أهينت الجزائر كدولة ولا كدولة، وإنما السياسات هي اللي أهينت. هذا الذي أدى إلى التراجع والإحساس بالغبن نوعا ما. مرحبا بكم مشاهدينا، هذه حصة لكم، حصة تفاعلية، الكل يعبر مثل ما يريد بخصوص هذا الموضوع، موضوع مجموعة البريكس الاقتصادية اللي عقدت قمتها الأخيرة وين في جنوب أفريقيا، وكما تعلمون اختارت مجموعة دول أخرى لتنضم لهذه المجموعة بدلا من الجزائر. هذا هو الموضوع. تفضل. نبدأ بمحمد من الجزائر. محمد. مصطفى. نعم مصطفى، تفضل مصطفى. لا أنا نقول لك السبب تاع الانضمام تاعنا الاخر البريكس هي نقول لك الصح بكل صراحه، هي المغرب والمخزن. هذا واش نقول لك، والفهم يفهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني القضيه تاع المغرب، وكاين اللي يقول اسرائيل، وكمان يقول لا مش صحيح، هذا واش دخل هذا وهذا. المغرب هذا ما قدمش طلب باش ينضم لهذه المجموعه، ولا اسرائيل ولا شيء. هو قضيه المعايير هذه اللي كان يتكلم عليها لافروف. احنا ما نقولوش افهم من لافروف اللي هو وزير الخارجيه الروسي، وروسيا عضو مهم في هذه المجموعه. قالت هذه معايير وهيبه الدوله، مواقف الدوله، ثم تاتي الامور الثانيه اللي هي الاقتصاد. هما يعرفوا كيفاش يقيموا الاقتصاد، مش فقط احنا نقول ارقام والشارع يقبل، نو، لازم فيها تدقيق. سليم من لندن. سليم. السلام عليكم عثمان. وعليكم السلام خويا. يا خويا الله يجيب بالخير يا خويا. قلت انت الشر يمد النعمه جامي. خويا عثمان راح يرد على واحد بك وخاطيني البوليتيك ولا هذا لما ما تزيدوش ترفدوا عليه. هذا واسمه محمد يعيط من الجزائر، راهو يدير في فتنه بين القبائل والعرب. الهضره تاعو تاع فتنه. شوف نقول لك يا خويا عثمان، هذا من فضلكم ما تزيدوش ترفدوا عليه. والسلام عليكم. وعليكم السلام. محمد من تيزي وزو. تفضل محمد من تيزي وزو. كوبا محمد من تيزي وزو. إذا هذا هو الموضوع مشاهدينا اللي التحقوا بنا الآن. احنا ما زلنا نحكيه على ما وصف، أقول ما وصف بأنها صدمة، بأنه انتكاسة. الدبلوماسية الجزائرية ما قامتش بالدور نتاعها كما ينبغي. علاش دول هذه جات قبلنا وإحنا أحسن وأقوى منها، ولكن ما خرجنا من المولد بلا حمص كما يقولوا. فهذا هو الإطار تاع الموضوع. إذا كان عندكم ما يفيد المشاهدين مرحبا. فريد من الجزائر. فريد من الجزائر، تفضل فريد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك.
انا نقول لك الدوله ما عندهاش شرعيه وما عندهاش اقتصاد ورئيس كيما هذا يكذب على الناس. ما نستناوش حاجه جديده ولا نستناو حاجه راح تطور البلاد هذه، ولا راح يكون عندهم كيما يقولوا غدوه منطق باش يدخلوا في هذه المنظمه تاع البريكس اللي يهضروا عليها. نعم. هذا واش نقول لك، وربي يجيب الخير. امين اخويا فريد يعطيك الصحه. كمال من امريكا. خويا عثمان والسلام على الشعب عليكم السلام. كمال. يعني هذا الموضوع تاع البريكس، يعني اول حاجه باش يدخلونا في البريكس حتى يسالوا السفارات تاعهم اللي في بلادنا. السفارات تاعنا توحهم في بلادنا يعرفوا الوضع واش راه صاير في الجزائر. نص هارب في البحر ميت ونص في السجون، وما عندكش اقتصاد وما عندكش يعني شغل للشعب تاعك، يعني ما عندكش حتى صناعه، ما عندكش حتى البنيه صحيحه. كيفاش تدخل في البريكس؟ انت تدخل في البريكس ببلاش، تدخل بالبترول والغاز، ما تقدرش تدخل بالبترول والغاز، ما يكفيش. لازم تكون عندك دولة قوية في اقتصاد، عندك الأدمغة في البلاد، عندك إدارة قوية، عندك عدالة قوية، يعني حاجات بزاف لازم نتركزوا عليهم. احنا ماذا بينا يا بلادنا ونخموا عليها ونحبوا بلادنا تدخل في البريكس، ماشي هكذا. ما نطبقوش بصدرنا، لازمنا اقتصاد صحيح، لازم نخموا مليح. راه عندنا سفراء من كل بلد في العالم في الجزائر راه يشوفوا الوضع واش راه صاير في الجزائر، ما يخلوكش تدخل في البريكس. والسلام عليكم ويجيب الخير للجزائر. امين يعطيك الصحه خويا كمال. اذا هذه فرصه كما قال كمال، هذه فرصه باش نراجعوا الامور اللي رانا فيها ضعف، خاصه في الامور الاقتصاديه. صحيت كمال، شكرا. ابو القاسم من الجزائر. عليكم. عليكم السلام. السؤال الاول تاعي بشخصي، اسكو روسيا راهي مع في مساعده الجزائر؟ هل وخرت يدها من الجزائر ما عطاتهاش اعانه؟ والصح روسيا كانت مع الجزائر كانت تعطيها ان بوان، ما عطاتهاش ان بوان. والدوله اللي ما الشعب تاعها يهرب منها، والدوله اللي رئيس تاعها يداوي في الخارج، والدوله اللي ما عندهاش الحليب، والدوله اللي ما عندهاش الماء، والدوله اللي الشعب تاعها يطلب باش يروح يداوي في الخارج كيف تروح البريس ويعطوا في الملايير. اسمح لي الناس تلاحظ، الصحافه راهي تشوف، هم عارفين الجزائر وضعها الجزائر. حنا هذا التبونه دخلنا في حيط، ولا داروا هذا الزوجه تاعو اقسم لك بالله عظم الله وجزاكم على الجزائر، وهذا الاسلام تاعي اللي بنقوله. هذا الحدث. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تيقول لك وين روسيا؟ لانه احنا عملنا زياره وتبون قال زياره ناجحه بامتياز وعلاقات مهمه اقتصاديه سياسيه. من الاستقلال اليوم هنشتري الاسلحه. روسيا حسب الانتخابات اللي وقعت يعني في قضيه الاختيار اختارت ايران. روسيا اختارت ايران ولم تختار الجزائر. الهند اختارت الامارات. البرازيل اختارت الارجنتين دوله مجاوره لها. جنوب افريقيا اختارت اثيوبيا. هذا هو الحساب. إذا الجزائر لا أحد من هذه الدول اللي هي عضو في البريكس اختارت الجزائر أبدا، مثل ما كنت نتكلم لكم. الصين اختارت السعودية، روسيا اختارت إيران، الهند اختارت الإمارات، البرازيل اختارت الأرجنتين، وجنوب أفريقيا إثيوبيا. عباس من مانشستر. عباس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا نظن الجزائر كانت ضحية تلاعبات سياسية. أيوة. وأعتقد أن الإمارات كان لعبت دور كبير. فمثلا لو تقارن ما بين مصر والجزائر، مصر الاقتصاد تاعها تقريبا متدهور أكثر من الاقتصاد الجزائري، وعندها الاعتقالات والمتكلم. فأنا عندها ديون أيضا عباس. تقول أن مصر من أبرز الدول اللي تعاني من الديون. $10 للبنك هذا تاع البريكس على أساس وساعدت مصر باش تدخل، أظن لعبت دور في إقصاء الجزائر. أنا بالنسبة للجزائر أظن تخرج من هذا البريكس، ما لا تقدم العضوية وتنظر إلى الضفة الشمالية لأوروبا، تحاول تحسن العلاقة تاعها مع أوروبا، مثلا إسبانيا إيطاليا فرنسا، وتدخل في تكتل في أوروبا وتخرج من التكتلات الإفريقية هذه اللي داخلها، وخاصة الإمارات أنا أظن لعبت دور كبير في إقصاء الجزائر. والله أعلم. والله أعلى وأعلم. يعني هذا الشروح اللي الناس تتساءل، لازم واحد يجي يجاوب من الوفد الجزائري، من الحكومة، تبون مثلا يجي يجاوب الناس علاش انهم عطاو غلطوا الجزائريين من قبل القمة هذه والاجتماع هذا من شي 10 أيام ولا أكثر، وهما خلاص ضوء في سن الجزائر داخل المجموعة هذه. من بعد ناس أصيبت بصدمة، كاين انتكاسة. واش هو السبب اللي ما خلاش الجزائر تمر ومصر تمر بدلا منها وهي تعاني من ديون؟ مصر من ابرز الدول في العالم اللي عندها ديون بالمليارات. الجزائر ما عندهاش ديون.
الجزائر بلد غاز، بلد بترول، معادن تحت الارض وفوق الارض، ما مرتش علاش. اثيوبيا كان زمان يعانوا